دكتور دوم واحد من اشهر الشخصيات اللي اتعملت في تاريخ الكوميكس كله، ورغم انه غالبا بيتقدم كشرير فقط، الحقيقه ان تصرفاته ودوافعه وطريقه تفكيره كمان وراها فلسفه عميقه جدا بتخليك تعيد التفكير في معنى الصح والغلط، وكمان فكره القياده نفسها. ففي فيديو النهارده خلينا نتكلم عن الشخصيه دي، وكمان نقدر نقول ان دكتور دوم عنده وجهه نظر لما بيقول ان هو الوحيد اللي ينفع فعلا يحكم العالم ده. أول قصة لازم نبدأ بيها هي بوكس اوف دوم سنة 2006، ودي تعتبر أكتر قصة شرحت أصل دكتور دوم بشكل كامل. القصة دي مهمة جدا علشان خاطر نفهم هو بيفكر ازاي. دكتور دوم اتولد في عيلة غجرية في دولة تسمى لاتفيريا، وحياته من وهو صغير كانت مليانة مآسي. أبوه كان معالج واتظلم واتطارد، وأمه كانت ساحرة وعملت صفقة كمان مع الشيطان اللي يسمى مافيستو وخد روحها بعد ما ماتت. بعد كده دوم سافر أمريكا واتعلم وبقى عبقري، وبدأ يدخل في عالم التكنولوجيا والسحر مع بعض، وفي الآخر رجع لاتفيريا وشال الحكومة اللي كانت موجودة وخلى نفسه هو الحاكم. الخلفية دي كلها خلت عنده اعتقاد قوي جدا إن هو الوحيد اللي يقدر يعمل إثيوبيا أو عالم مثالي. ليه؟ علشان خاطر هو شاف الظلم بنفسه واتأذى كمان نفسيا وجسديا، فبقى عنده عدم ثقة كبير في البشر، شايفهم ضعاف ومليانين كمان عيوب، وده خلاه يعتمد على نفسه بشكل كامل، ومؤمن كمان انه شبه معصوم من الخطأ. فكرته قريبة من فلسفة الفيلسوف إيمانويل كانت اللي كان بيقول إن الإنسان لازم يمشي ورا العقل ويكون مستقل في قراراته، ودوم شايف إن حياته كلها كانت رحلة عشان خاطر يكسر القيود اللي اتفرضت عليه ويتحكم في مصيره بنفسه. ومن هنا جاله إحساس إنه مسؤول عن إنه يصلح العالم، مش بس لاتفيريا، لا ده العالم كله. وده بيبان جدا في مشهد من قصة نيو افنجرز لما كان بيتكلم مع نمر عن معنى انك تكون ملك، وقال حاجة عظيمة جدا: انت فاكر ان لو كل راجل وست وطفل في بلدي حبوا ياخدوا الاكل من على الترابيزة بتاعتي مش هيقدروا؟ فايه بقى اقرب للحقيقة، ان هم شايفين قلعة دوم ومصدقين ان هي مستحيل تقع، ولا انهم ممكن يضحوا بحياتهم علشان خاطر تفضل واقفة للابد؟ فانا بحب شعبي بجد، بس هم شعبي، انا اللي بحميهم وانا اللي بديهم حياة احسن. وكل ليلة قبل ما يناموا مهما كان الملك اللي بيؤمنوا بيه بيشكروني أنا. والجملة دي بصراحة من أول الجمل اللي اتقالت في تاريخ مارفل كله. علشان بعد كده نخش على القصة اللي بعدها وتعتبر من أعظم قصص دكتور دوم، وكمان كانت فرصة ضايعة جامدة في بلاك بانثر 2، وهي قصة دوم وور. في القصة دي دكتور دوم بيعمل انقلاب في واكاندا علشان خاطر يسيطر على المعدن بتاع الفايبرانيوم. الفكرة كلها انه يعمل دوشة ومشاكل في حتة علشان خاطر محدش ياخد باله من اللي بيحصل في الحتة التانية. فبيعمل كده ازاي؟ بيستغل ان واكاندا فيها مشاكل سياسيه، بيحرك كمان ثوره قوميه من جوه، وفي الاخر بينجح فعلا انه يسيطر. بس المهم هنا ان هدف دكتور دوم مش فلوس ولا قوه وخلاص، لا هو مقتنع ان لو سيطر على الفبرانيوم واللي بيقوي السحر هيقدر يعمل عالم مثالي على مستوى العالم كله، عن طريق انه يفرض السلام والنظام باستخدام تكنولوجيا متطوره جدا. وده بقى بيبان في مشهد مهم جدا لما بيحاول يدخل لمخزون الفبرانيوم في واكاندا، لازم يعدي اختبار اخير، وهو انه يقابل الملك النمر اللي يسمى باست. ساعتها هنا دوم بيقلع الدرع بتاعه كله وبيظهر بشكله الحقيقي بكل تواضع، وبيسيب الملوك تبص جواه وتشوف نيته الحقيقية، وبيقول كلام قوي جدا. الكلام ده معناه لو هتقيس الجرائم بتاعتي على البشر واللي عملوه في نفسهم يبقى انا قديس. انا شفت المستقبل وشفت ان كل مرة العنف بيزيد، العالم هنا بيتجه لنهاية كارثية، كوكب محروق ومتدمر. كل مرة اشوف المستقبل بلاقي نفس النهاية، الا مرة واحدة بس، في احتمال واحد بس البشر فعلا بيتوحدوا، كل الأمراض ليها علاج، مفيش حروب، مفيش جوع، والتعليم متاح للجميع. بس العالم ده فيه قوانين صارمة جدا، وأي حد هيكسرها بيتعاقب فورا وبشكل نهائي، ومع الوقت محدش هيجرؤ يعمل جريمة أو يؤذي حد أو حتى يسرق. أنا شفت آلاف، لا مئات الآلاف من المستقبل، وفي واحد بس اللي البشرية هنا بتنجو وتنجح فيه، وده عالم دوم. فالقصة دي بتوضح قد ايه دكتور دوم مؤمن ان عنده حق اخلاقي انه يغير العالم، وحتى لو طريقته قاسية هو شايف ان الغاية تبرر الوسيلة. وده مرتبط بفكرة عند الفيلسوف روسو اللي كان بيقول ان الحرية حقيقية انك تمشي على القوانين اللي انت شايفها صح، وان إرادة الشعب هي اللي المفروض تحكم. بس دوم شايف نفسه هو إرادة الشعب دي، يعني هو القائد اللي فهم مصلحة العالم أكتر من أي حد، ومستعد ياخد قرارات صعبة محدش غيره يقدر ياخدها. فسيطرته على الفبرانيوم مش مجرد احتلال، دي خطوة في طريق إنه يحقق العالم المثالي اللي في دماغه، ويفرض السلام وكمان الازدهار على مستوى الكوكب كله. ناس كتير ممكن تقول الكلام ده مستحيل يحصل، بس المفاجأة إن حصل فعلا في قصة تسمى امبرو دوم. في القصة دي دكتور دوم أخيرا بيحقق حلمه وبيسيطر على العالم كله، وبيعمل كده عن طريق قوة التحكم في العقول بتاعة هاربل مان، وبكده بيخلي البشرية كلها تحت سيطرته ويبقى الحاكم الوحيد للكوكب. والغريب بقى إن العالم فعلا بيتحسن، مفيش حروب والجريمة بتوصل لصفر والفقر بيختفي، بس في مشكلة كبيرة:
العالم ده ما بقاش فيه حرية، كل الناس فقدت الإرادة بتاعتها وكل حاجة ماشية بالقوة علشان خاطر النظام والأمان. وهنا نبدأ ندخل في فكرة فلسفية تانية، هل الأهم الحرية ولا الأمان والنظام؟ وده بالظبط اللي قصة دكتور دوم بتحاول تخلينا نفكر فيه. هنا بقى بنتكلم عن فيلسوف يسمى كارل شميت، وده كان شخصية مثيرة للجدل جدا. كان بيقول إن أهم وظيفة لأي دولة إن هي تحافظ على النظام والأمان حتى لو ده جه على حساب حرية الناس. يعني إيه الكلام ده؟ هو كان شايف إن الحاكم لازم يكون عنده سلطة مطلقة وقت الأزمات، ويقدر يوقف الديمقراطية أو الحقوق المدنية لو ده هيحافظ على استقرار البلد. ومن وجهة نظره الأمان هو أساس أي مجتمع، ولو مفيش أمان الحرية نفسها ملهاش معنى لأن الناس ممكن تستخدمها وتدمر نفسها. وده بالظبط اللي عمله دكتور دوم لما يسيطر على العالم، نهى الفوضى ووقف الحروب وقضى كمان على الجريمة، وفرض نظام صارم جدا بيحط الأمان فوق أي حاجة. فهو هنا بيجسد فكرة الحاكم صاحب القرار النهائي اللي قالها شميت، وإن لازم يكون في سلطة قوية مركزية علشان خاطر تمنع العالم ده إنه ينهار في فوضى. وبالفعل العالم تحت حكم دوم بقى مفهوش جرايم، مفهوش حروب، كله مستقر، بس مفيش حرية خالص. المثير بقى ان دكتور دوم في الاخر ساب السيطرة دي بنفسه، مش لانه شايف ان حكمه فشل، بالعكس كان ناجح جدا، بس لانه اكتشف ان العالم من غير حرية حتى لو آمن ومستقر فاضي وملوش روح. بس من ناحية تانية في ناس ممكن تقول إن ده كان أكبر غلطة عملها، لأن القصة بتطرح سؤال مهم جدا، هل ممكن نضحي بالحرية علشان خاطر الأمان، ولا الحرية أهم حتى لو فيها مخاطرة؟ بعد كده بقى ندخل على قصة تانية مهمة جدا، ويمكن من أكتر القصص الإنسانية لدكتور دوم، وهي قصة النصر والعذاب. في القصة دي دكتور دوم بيتعاون مع دكتور سترينج علشان خاطر ينقذ روح أمه من الشيطان مافيستو. القصة هنا بتورينا جانب تاني خالص من دوم، رغم إنه بارد وبيفكر بمنطق بس جواه حب كبير جدا لأمه وإحساس قوي بالواجب والشرف. هو مستعد هنا يضحي بأي حاجة علشان خاطر يصلح الغلط اللي حصل ليها، ورحلته للجحيم وانتصاره في الآخر بتأكد إنه شايف نفسه عنده تفوق أخلاقي، وإنه مستعد كمان يواجه الشر حتى لو بنفس أسلوبه. قصة زي دي ممكن نفهمها من خلال فلسفة إيمانويل كانت اللي كان بيقول إن الفعل بيكون أخلاقي لو ينفع كل الناس تعمل زيه. يعني دكتور دوم هنا مش بيتحرك لمصلحته الشخصية، لكن بيدافع واجب أخلاقي ناحية أمه وشرفه الشخصي. وكمان ليه علاقة بالفلسفة بتاعت جورج ويلهلم اللي كان شايف إن الحرية الحقيقية بتيجي لما إرادة الفرد تتصالح مع مبادئ عامة أكبر. فمواجهة دوم مع مافيستو مش مجرد معركة، دي صراع عشان خاطر الخلاص الأخلاقي والروحي. وفي النهاية القصة بتأكد فكرة مهمة، إن دكتور دوم مش مجرد شرير، ده شخصية معقدة جدا فيها صراع بين السلطة والواجب والحب وكمان الأخلاق. طيب هنا بقى في القصة دي دكتور دوم بيوصل لأعلى مستوى ممكن في قوته في القصة بتاعت سيكريت وورز. في القصة دي المالتيفيرس كلها بتبتدي تنهار واحدة ورا التانية بسبب أحداث تسمى انكورجنس، وده بيخلي الكون كله على وشك الفناء. وفي اللحظة دي بيحصل حاجة جنونية، دكتور دوم بيسيطر على قوة كائنات شبيهة كده بالملوك تسمى البيولنرز، وباستخدام القوة دي بقى بيحاول ينقذ اللي يقدر عليه من الأكوان اللي بتموت، وفي الآخر بيبني عالم جديد يسمى باتل وورلد. فالعالم ده كان عبارة عن خليط أو قطعة من كل الأكوان اللي اتدمرت متجمعة مع بعض في كوكب واحد، وساعتها دكتور دوم بيبقى مش مجرد حاكم، ده بيبقى ملك فعليا، وبيبدأ يحكم العالم ده كحاكم مطلق وبيشكل واقع كله حسب رؤيته هو. المهم هنا ان الحكم ده ممكن نفهمه من خلال فكرة عند الفيلسوف أفلاطون، وبالتحديد فكرة الحاكم الفيلسوف. أفلاطون كان شايف ان افضل حاكم هو الشخص اللي فاهم الحياة بعمق وعنده حكمة كبيرة وعنده القدرة كمان انه يطبق الخير على المجتمع كله، حتى لو ده معناه انه يحكم بشكل قوي وصارم. وده بالظبط اللي دكتور دوم شايف نفسه عليه في السيكريت وورز، هو مقتنع انه اذكى واحد واكتر واحد فاهم الكون، وبالتالي الوحيد اللي يقدر يحافظ على النظام بعد انهيار كل حاجة. فبيستخدم قوته علشان خاطر يبني عالم منظم ويمنع الفوضى اللي اتدمرت الاكوان في الاول. العالم اللي عمله ده باتل وورد كان فعلا مستقر، الحياة مستمرة، النظام موجود، الفوضى اختفت، بس في المقابل كل حاجة تحت سيطرته هو بالكامل. في جزء برضه من القصة لشخصية ستورم بتحكي لابنها فرانكلين عن اللي حصل، وتوضح ان العالم كان في حالة فوضى مرعبة جدا بعد ما الاكوان كلها انهارت. ولكن فجأة ظهر دكتور دوم وبدأ يعيد بناء الواقع من الصفر، وبمساعدة شخصيات هنا زي جون ستورم وكمان ريد ريتشاردز بدأوا يحاولوا يخلوا العالم يستمر. ومن هنا فكرة الحاكم الفيلسوف بتبان بوضوح، دوم شايف نفسه مش ديكتاتور لكن منقذ، عنده مسؤولية انه يحكم علشان خاطر مصلحة الكل، هو شايف ان من غيره العالم كان هيموت تماما. وفي الاخر دكتور دوم بيجسد فكرة افلاطون بشكل متطرف جدا، حاكم شايف انه فاهم الصح المطلق وبيستخدم القوة المطلقة علشان خاطر يفرض النظام اللي هو مؤمن انه الافضل للبشرية. بس القصة بتفضل تسيب سؤال كبير جدا، هل ممكن حد فعلا يكون مؤهل يحكم العالم كله لوحده، ولا اي سلطة مطلقة حتى لو بنية كويسة في النهاية بتتحول لخطر؟ كالعادة بقى هستنى رايك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.